السلام عليكم متابعينا الكرام. على بعد أقل من 50 كيلومترا من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء تقع مدينة بن سليمان. مدينة هادئة عرفت لسنوات بطبيعتها الغابوية وهوائها النقي، لكنها اليوم تتحول بسرعة إلى واحدة من أهم مناطق الاستثمار الجديدة في المغرب. فموقعها الاستراتيجي بين الرباط والدار البيضاء جعلها مجالا مثاليا لاحتضان مشاريع كبرى في الصناعة والبنية التحتية والرياضة والسياحة، خصوصا مع تزايد الضغط العمراني والاقتصادي على الدار البيضاء. ولهذا بدأت الدولة توجه عددا متزايدا من المشاريع الكبرى نحو هذه المنطقة. في هذا الفيديو سنكتشف معا 10 مشاريع كبرى قيد الإنجاز في مدينة بن سليمان ستغير ملامح هذه المدينة خلال السنوات القليلة المقبلة. لكن قبل ذلك لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب بالفيديو والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. محطة القطار. تستعد مدينة بن سليمان لاحتضان مشروع استراتيجي جديد يتمثل في محطة القطار الضخمة، حيث تم البدء فعليا في الخطوات التنفيذية لمشروع محطة القطار ببن سليمان، والتي ستحمل اسم محطة الملعب الكبير الحسن الثاني، والتي رصد لها غلاف مالي يناهز 450 مليون درهم في إطار تطوير البنية التحتية المرتبطة بشبكة النقل السككي بالمغرب. وستنجز بتصميم بمعايير معمارية حديثة، وستمكن المحطة خلال مرحلة الاستغلال من استقبال أكثر من 12 مليون مسافر سنويا، ما سيعزز ربط المدينة بالمحاور الاقتصادية الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط. ويراهن هذا المشروع على تحسين جاذبية الإقليم الذي أصبح يشهد دينامية عمرانية واقتصادية متسارعة، خاصة مع احتضان بن سليمان للملعب الكبير الحسن الثاني. مركز صيانة الطائرات العسكرية. انطلقت أشغال بناء وحدة صناعية متقدمة لصيانة الطائرات العسكرية في القاعدة الجوية بن سليمان. ويعد مركز صيانة الطائرات العسكرية ببن سليمان مشروعا استراتيجيا يعزز السيادة الجوية للمغرب، ومن المرتقب دخوله الخدمة في منتصف عام 2026. هذا المشروع هو ثمرة شراكة عالمية بين شركة سابينا البلجيكية ولوكهيد مارتن الأمريكية ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير المغربية. يمتد المركز على مساحة تتجاوز 8000 متر مربع بالقرب من القاعدة الجوية، ويتخصص في إجراء الصيانة الثقيلة والتحديثات التقنية المتطورة لمقاتلات F-16 وطائرات النقل C-130. ويهدف المركز لتحويل المغرب إلى قطب إقليمي يقدم خدماته لدول حوض المتوسط وإفريقيا، مما يضمن استقلالية تكنولوجية للمملكة. مصنع للدرونات العسكرية. يستعد المغرب لإنشاء مصنع لإنتاج وصيانة الطائرات العسكرية المسيرة بمدينة بن سليمان، في شراكة استراتيجية مع شركة بايكار التركية الرائدة. ويهدف المصنع الجديد إلى تلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية من طائرات مسيرة متعددة المهام، تمتاز بمدى أوسع وقدرات تشغيلية متطورة تكنولوجيا. ولهذا الغرض تم تأسيس شركة أطلس للدفاع برأس مال 2.5 مليون درهم، لتكون نواة لبناء منظومة صناعية متكاملة تشمل كافة مراحل الإنتاج، من التصميم والهندسة وصولا إلى التصنيع والصيانة المتقدمة. ويجسد هذا المشروع تحولا نوعيا في الرؤية الصناعية والعسكرية للمملكة، حيث ينتقل المغرب من دور المستهلك والمستورد للأنظمة الدفاعية إلى دور الفاعل المنتج، مما يعزز السيادة الوطنية ويضمن حماية المصالح الاستراتيجية في عالم يتسم بتغير متسارع في موازين القوى التكنولوجية.
الطريق السيار القاري الرباط الدار البيضاء. يعد مشروع الطريق السيار القاري الذي سيربط بين الرباط والدار البيضاء مرورا بإقليم بن سليمان أحد أضخم مشاريع البنية التحتية الطرقية في المغرب. يمتد هذا المحور الطرقي الجديد على مسافة تقارب 60 كيلومترا. المشروع انتقل بالفعل من مرحلة التخطيط والدراسات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، ويهدف بالأساس إلى تخفيف الضغط الرهيب عن الطريق السيار الحالي الذي سجل معدلات تدفق قياسية. المثير في هذا المشروع هو مساره الذي سيمر بالقرب من موقع الملعب الكبير الحسن الثاني ببن سليمان، مما يجعله شريانا حيويا لنقل الجماهير والزوار خلال تظاهرات كأس العالم 2030. سيتم بناء هذا الطريق بمعايير تقنية عالمية، تشمل جسورا ضخمة ومنشآت فنية متطورة لضمان انسيابية الحركة. وبفضل هذا المشروع ستتحول بن سليمان إلى نقطة ارتكاز استراتيجية تربط بين القطبين الإداري والاقتصادي للمملكة. ملعب الحسن الثاني أضخم ملعب في العالم. تتسارع وتيرة الأشغال في ورش بناء ملعب الحسن الثاني الكبير، أكبر ملعب في العالم بسعة 115 ألف مقعد بجماعة المنصورية بإقليم بن سليمان، حيث عرف تقدما ملحوظا في الهياكل الكبرى للمشروع بنسبة إنجاز تجاوزت 30%. ويشهد الموقع حاليا حركة دؤوبة ليلا نهارا بمشاركة آلاف العمال والمهندسين التابعين للشركات المغربية الرائدة TGCC و SGTM المكلفة بتنفيذ هذا الصرح الرياضي الذي سيغير خارطة البنية التحتية في المملكة. وبالنسبة لأشغال السقف والواجهة، فقد انطلقت المنافسة للفوز بالصفقة في مواجهة ثنائية بين شركتي SGTM وإنتر تريديم، وذلك ضمن حصة منفردة تبلغ ميزانيتها حوالي 3.3 مليار درهم. ومن المقرر أن تمتد مدة هذه الأشغال على مدى 24 شهرا. وسيتميز ملعب الحسن الثاني بتجهيزاته المتطورة وتصميمه العصري الذي يجمع بين الراحة للجماهير والأداء الأمثل، ما سيجعله منصة مناسبة لاستضافة المباريات الكبرى على المستوى الوطني والدولي. وفي تطور لافت، دخل ملعب الحسن الثاني الكبير بقوة في سباق استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030، ليصبح منافسا مباشرا لأعرق الملاعب الإسبانية. المدينة الرياضية المتكاملة. بالموازاة مع تشييد الملعب الكبير، تحتضن بن سليمان مشروع المدينة الرياضية، وهي منظومة متكاملة تهدف لجعل الإقليم قطبا رياضيا عالميا. يمتد المشروع على مساحات شاسعة، ويضم مراكز تدريب عالية المستوى وفنادق مصنفة لاستقبال المنتخبات والأندية الدولية، ومصحات متخصصة في الطب الرياضي وإعادة التأهيل. هذا المشروع لا يستهدف كرة القدم فحسب، بل يشمل مضامير لألعاب القوى وقاعات مغطاة متعددة الرياضات ومسابح أولمبية. الهدف من هذه المدينة الرياضية هو خلق بيئة احترافية تسمح للمغرب باستضافة معسكرات تدريبية دولية طوال السنة، مستفيدا من المناخ المعتدل للمنطقة وغطائها الغابوي الكثيف الذي يوفر بيئة مثالية للرياضيين. انطلاق مشروع ربط ملعب الحسن الثاني بالطريق السيار. في إطار التحضيرات المتواصلة لتعزيز البنية التحتية المرتبطة بملعب الحسن الثاني بمدينة بن سليمان، يتم تنفيذ مشروع ربط الطرق المؤدية للملعب عبر 4 حصص رئيسية. ويشمل المشروع تثنية مقطع من الطريق الإقليمية رقم 3323 على مستوى بدال بوزنيقة، وهو ما سيساهم في تخفيف الضغط المروري وتحسين الولوجية إلى المنطقة، وتثليث الطريق الإقليمية رقم 3308 بين بدال الشرق المحمدية والطريق الوطنية رقم 1، إلى جانب إحداث ممر تحت أرضي عند الملتقى الشمالي لهذا البدال.
وتثنية الطريق الإقليمية رقم 3304 بين الطريق الجهوية 322 والطريق الوطنية رقم 1، مع إحداث بدال جديد يربط مباشرة نحو منطقة المنصورية، وتمديد الطريق الإقليمية 3304 إلى غاية الطريق الجهوية 313، مع إنشاء ممر تحت أرضي عند ملتقى هذه الأخيرة، مما سيساهم في تعزيز السلامة الطرقية وتقليل الاكتظاظ في هذه النقطة الحيوية. مجمع ماربيو للتقنيات الحيوية. يمثل مصنع ماربيو في بن سليمان قفزة نوعية في السيادة الصحية المغربية، حيث وصل المشروع مع حلول عام 2026 إلى مراحل التشغيل المتقدمة بعد استكمال البنية التحتية وتجهيز الوحدات الصناعية بأحدث التقنيات العالمية. ويهدف المصنع خلال هذا العام إلى بدء الإنتاج الفعلي وتأمين حصة إنتاجية أولية تتراوح بين 4 إلى 5 ملايين جرعة، تمهيدا للوصول إلى طاقته القصوى التي تقدر ب 116 مليون وحدة سنويا. وباعتباره الأضخم إفريقيا، بات المجمع اليوم جاهزا لتعزيز مكانة المغرب كمنصة عالمية للتكنولوجيا الحيوية، ليس فقط لتلبية الاحتياجات الوطنية في اللقاحات الأساسية، بل لتصديرها نحو دول القارة الإفريقية وتحقيق الاستقلال عن التقلبات الدولية في سلاسل التوريد الطبية. تطوير منطقتين صناعيتين ببن سليمان. تم توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بمقر ولاية جهة الدار البيضاء الرامية إلى إحداث مناطق صناعية جديدة بكل من عمالة المحمدية وإقليم بن سليمان، في خطوة ترمي إلى توسيع العرض العقاري الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للجهة، فيما سيحتضن إقليم بن سليمان منطقتين صناعيتين، الأولى بمنطقة موالين الواد على مساحة 350 هكتارا، والثانية بعين تزغى على مساحة 134 هكتارا. ومن المنتظر أن تسهم هذه المشاريع في إحداث أكثر من 35 ألف فرصة عمل، فضلا عن دعم العرض العقاري الصناعي واللوجستيكي بجهة تعد من أبرز الأقطاب الاقتصادية بالمغرب. تأهيل وتثنية المحاور الطرقية الاستراتيجية. لا تكتمل النهضة التنموية لإقليم بن سليمان دون شبكة طرقية داخلية قوية تربط مراكزه الحيوية ببعضها البعض وبالشبكة الوطنية. وفي هذا الصدد يشهد الإقليم مشروعا ضخما لتثنية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 والطريق الجهوية رقم 313 الرابطة بين المحمدية وبن سليمان وبوزنقة. هذا المشروع يهدف إلى تحويل هذه المسارات إلى طرق مزدوجة بمعايير حديثة لتسهيل حركة تنقل السلع والأشخاص، خاصة مع التوقعات بارتفاع الكثافة المرورية نتيجة المشاريع الصناعية والرياضية الكبرى. كما يتضمن المشروع تحديث الإنارة العمومية وتهيئة المدارات الطرقية، مما سيفك العزلة عن العديد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم، ويجعل من التنقل بين الغابة والبحر تجربة سريعة وآمنة، مما يعزز من جاذبية الإقليم كوجهة للسكن والاستثمار السياحي. بهذه المشاريع العشرة تودع بن سليمان صورتها القديمة كمدينة غابوية هادئة فقط، لتستعد لارتداء ثوب العالمية كقطب رياضي وصناعي ولوجستي لا غنى عنه في معادلة التنمية المغربية. برأيكم، أي من هذه المشاريع سيكون له الأثر الأكبر على حياة سكان المنطقة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب بالفيديو والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات.